عندي شويه منتجات للبشره والشعر جربتهم لحد ما خلصتهم، وللجسم كمان. فتعالوا نشوف راينا فيهم ايه. اول حاجه الغسول ده من ستارفل، زي ما انتم شايفين انا مخلصاه لحد اخر فتفوته. للبشره مش بيعمل حاجه قوي، هو غسول بسيط. جربته لظهري لان انا عندي حبوب في ظهري، بيقلل معدل الحبوب شويه صراحه، يعني بيخليهم ما يطلعوش. لو بيطلع لك حبوب كل يوم هيخليه يطلع لك حبوب مره في الاسبوع. هو المفروض ان هو بالتي تري اويل، يعني بزيت شجره الشاي، فهو حلو جدا للبشره الدهنيه، بس انا ما لقيتش منه الافكت الرهيب يعني. وكان سعره تقريبا 90 100 وشويه في الحدود دي. وده طبعا منتج مصري، كل المنتجات اللي معايا النهارده مصريه 100%. تاني حاجه معانا الغسول ده من ارجنتو، مخلصاه لحد اخر فتفوته برضو، يعني بحاول امد فيه شويه لحد اخر الشهر. كان سعره تقريبا 115 120. المفروض ان هو برضو للبشره الدهنيه عادي، غسول. يعني مش لاقيه منهم هما الاتنين الافكت التحفه اللي بينور النضاره اللي مش عارفه ايه اللي بدور عليه، يعني فاهميني. انا حسيت ان هما الاتنين واحد، يعني مفيش حاجه منهم الحمد لله طلعت لي حبوب، مفيش حاجه منهم اذتني ببشرتي. الاتنين مش بيجففوا البشره قوي ولا هما بيرطبوها، هما بيسيبوا ملمس البشره يعني طري شويه ومش جاف قوي، حاجه كده متوسطه. المرطب الجل بتاع شان اجمل حاجه ممكن تجيبها في حياتك، بيسيب ملمس كده ستيكي شويه بعد ما تستخدميه، فحلو جدا. وكنت جايباه في الشتاء وكان تحفه معايا، الصيف كمان تحفه معايا. يعني بصوا هو خلصان للاخر، مفهوش يعني خلصان خالص مفهوش حاجه. كمان المرطب الكريم بتاع شان تحفه تحفه تحفه. الاتنين ينفعوا معاكي البشره دهنيه، مفيش حاجه منهم تقيله، مش بيزيتوا البشره، مش بيخلوا البشره تعرق. مرطبات شان تحفه جدا. انا ان شاء الله ناويه اجيب الغسول كمان بتاع شان المره الجايه، يعني بعد يومين كده هجيب الغسول بتاع شان واجربه. فانا بجد الحاجات شان ما شفتش منهم حاجه وحشه، بيرطبوا حلو قوي ويسيبوا ملمس كده ستيكي على البشره تحفه. وكمان بيتشربوا، يعني الملمس الستيكي ده مش هيضايقك ان هو يفضل كتير، لا بعد شويه البشره بتتشربهم. كنتش عارفه اجيب شان اخر فتره لان هو غلى شويه، فجبت مرطب من الصيدليه عادي اسمه مانسينول جل. بصوا ده كده شكله، هو وشان جل واحد، جل بيرطب حلو، هو كمان شكله جل يعني هو شفاف كده. بصوا شفاف ازاي، ترطيبه حلو قوي، كمان بيسيب الملمس البشره ستيكي شويه والبشره بتتشربه على طول، وحلو جدا حلو قوي. كان سعره تقريبا حاجه و60 جنيه، والمرطبات دول كانوا في حدود ال100 100 وشويه حاجه زي كده، ومش بيحسسوا البشره ولا اي حاجه. اتكلمت معاكم عن الزيت ده كتير قوي. الزيت ده بصوا ده شكله تمام، هو زيت هندي تقريبا. الزيت ده تحفه جدا لاي بنت لاي شعر، هو فيه نكهات كتير جدا، في قرنفل، في بصل، في روزماري، في حاجات كتير قوي، وسعره 65 جنيه. لقيتيه في اي مكان هاتيه. بص اسمه ايه، هير مش عارفه. بصوا ده كده شكله. الزيت ده حلو جدا، بيرطب البشره بيرطب الشعر حلو قوي، بيبطل يخلي الشعر هايش، بيطول، بيكثف، بيعمل كل حاجه. واحسن حاجه فيه هو اصلا عباره عن زيت و7 زيوت تانية. شايفين في انبوبه كده ورا فيها زيوت تانية. احلى حاجه فيه ان هو مش زي اي خليط زيوت بيبقى ليهم ريحه وحشه خالص، ده ريحته برفان. مش مصدقاني روحي شميه في اي مكان، مش عارفه مين بيبيعه، بس ان شاء الله تلاقيه في مكان صيدليه او حاجه. ريحته مش خليط زيوت، اما تروحي كده تعملي عند العطار شويه زيوت فتحسي ان الريحه تقيله قوي ولازم تعملي بقى حمام زيت عشان ما تستخدموش كل يوم والكلام ده. ده مش كده، ده ريحته برفان. حتى اللي بالبصل شميته كانه اقسم بالله يعني بادي اويل، يعني حاجه كده تحفه. اتكلمنا عن المنتجات الحلوه، تعالى اكلمكم عن اغزر حاجه ممكن تجيبوها في حياتك. المزيل العرق او الديودرنت ده من دراكون، ده اقذر حاجه هتجيبيها في حياتك، هتعدي عليكي خلال سنين حياتك كلها. انا جربت بتاع ستارفل مش اللي هو التحفه، بس عادي حلو. انا عمري ما كان عندي ريحه عرق نفاذه الا لما استخدمته. انا من نوع الاشخاص اللي مش بعرق قوي، ومش اللي هو ما بعرقش، انا عادي بني ادمه طبيعيه. البتاع ده يعني انت استحمي خلي ريحه جسمك حلوه قوي وحطيه، هتلاقي يعني اعفن هتلاقي اوحش ريحه طالعه في حياتك منك. انا مش فاهمه ايه الكائن ده. يعني هو هنا
ريحته حلوه، ريحته حلوه قوي، بس على الجسم وحش. وحش، وكان سعره 100 وشويه. اقسم بالله ما يستاهل 3 جنيه. هو اولا مش مزيل عرق، هو مش بيعمل اي حاجه، وريحته وحشه، بيخليك انت نفسك تطلعي ريحه وحشه بعد 5 دقايق. مش هقولك مش بيثبت يوم، اقسم بالله ما بيثبت ساعه، اقسم بالله ما بيثبت ساعه على بعضها. مش بحس ساعه ان انا نظيفه، انا ببقى طالعه نظيفه من الحمام احطه ريحتي بتبقى وحشه. حابين تسالوا عن اي حاجه تانية ممكن اعمل لكم فيديو خاص عن كل واحد اتكلم عنه بالتفاصيل. وبس كده، دمتم سالمين والسلام عليكم.